محمد رمضان الله. ايه يا نمبر 1؟ انا اخدكم معايا بقى في يوم من حياتي ويوم عرض مسرحيه كفر الغلابه. بعد غياب 9 سنين عن المسرح رجعت اعمل عرض تاني وكنت مبسوط بيه قوي. على مدار 3 شهور كامله ابتدينا بروفات، كان في ايام حلوه وكان في ايام صعبه، ولكن كان اللي بيهون ده كله الناس الحلوه الجميله اللي رجعت اشتغل معاها، ممثلين تقال جدا ومخرج محترم قوي. العرض النهارده مش عارف هعمل ايه، ربنا يستر، ادعوا لي. وعلى 11 الصبح بقى اتحركت على المسرح عشان الحق اعمل لي بروفتين جنرال مع الشباب عشان نكون جاهزين وقت العرض. وطلع المسرح بقى خدت الصدمه بقى، مين القمر اللي في البوستر ده؟ لسه واصل المسرح العرض النهارده، الواحد متوتر جدا. بروفت امبارح ما كانتش احسن حاجه، لكن اتمنى النهارده لما تشوفوا الفيديو ده تكونوا انبسطتوا بالعرض وشفتوا حاجه عجبتكم فعلا. تعالوا نشوف اللي هيحصل بقى اليوم بقى. مونيكا تيجي فين؟ صباح الفل. خلصنا اول البروفا الجنرال، مش عارف هنعمل ايه بصراحه، محتار جدا. يعني اتمنى نعمل عرض حلو. تعبنا كتير وبقالنا كذا شهر شغالين، بس اتمنى ان انتوا لما تيجوا النهارده تتفرجوا على حاجه تعجبكم، ولما تشوفوا الفيديو ده يكون الحفله عجبتكم. الحفله كده العرض كله هنزله قريب، فاتمنى يعجبكم بقى، واتمنى تشوفوا حاجه فعلا تليق بيكم وتكونوا معانا في عروض تانية للناس اللي ما جاتش. هنا بصراحه بعد البروفات تعبت تماما، لان انا متعود قبل العروض ب6-8 ساعات لا باكل ولا بشرب، لكن كنت هلكت الصراحه. احساس عامه ان انت بتعمل الحاجه اللي بتحبها والحاجه اللي انت اشتياقك ليها، زي المسرح زي اي حاجه انت بتحبها، بيطلع من جواك كده يعني حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها جدا. احساس ان انت بترجع طفل تاني، بترجع من جواك مبسوط تاني، فرحه يوم العرض، فرحه الانجاز اللي انت بتعمله، حاجه بتعملها كده بتخليك مبسوط. فارجوك ارجوك ارجوك لو في حاجه بتحبها او في هوايه بتحب تعملها، موهبه عندك، ما تهملهاش، اشتغل عليها، ما تنامش عليها. يعني ما تقولش اصل انا مشغول، اصل انا مش فاضي، اصل انا ورايا، مش هتعمل حاجه. ارمي نفسك في الحاجه واشتغل، وهتلاقي ربنا بيساعدك وربنا بيسهل لك الامور. لكن فعلا فكره ان انت تعمل حاجه بتحبها دي بتطلع منك بني ادم جميل جدا، وبتطلع منك جانب انت كنت في غفله عنه لفتره طويله قوي، ما كنتش واخد بالك ان انت فعلا هتكون مبسوط كده لما تعمل الحاجه دي. فخليك اعمل الحاجه اللي بتحبها، مسرح، بترنم، بتغني، بترسم، بتعمل اي حاجه، لا تهمل الموهبه التي فيك، ما تهملش الموهبه اللي عندك تماما. حتى لو ما عندكش الموهبه وعندك الهوايه، اعمل ده وارمي نفسك في ده. صدقني ربنا هيساعدك طالما انت بتسعى تعمل حاجه بتحبها فعلا. بكفايه قتل وسرقه اراضي وحرق محاصيل. يسلم فمك يا عم. صح يا سلام، عندك كان خلاص فاضل ساعتين على العرض هيبتدي، لكن هنا جيت امسي عليكم، كنتش عايز اقول اي حاجه. هنبتدي بروفا اخيره. وطلعت اجهز بقى والبس لبس المسرحيه، ويلا بقى نبتدي التوتر والقلق. ما سابنيش في حالي، مره يسيب البهايم، ومره يحرق لي المحصول، ومره يغرق لي الارض خالص، قالوا لي معلش يا رياض، بحضرك الجبل انت مجهول. قلت لهم ما فيش حد في البلد اسمه مجهول يا اخواني، محدش يعرف ايه مجهول ده، محدش يشاور لي على المجهول ده هاخد منه حقي. وفضلنا ندور على المجهول لكن ما فيش فرق، وطول ما المجهول ده هربان يفضل الحق ضايع. والمجهول اهو قاعد قدامكم، لكن فين العوار؟ فين الدليل؟ هنا خدت الصدمه ردود فعل الناس بعد العرض، والكلام الحلو الجميل اللي سمعته خلتني قاعد مش عارف انطق. فعلا انبسطت جدا بوجود كل الناس اللي كانت موجوده دي، فعلا انبسطت بردود فعل الناس وان هم انبسطوا وروحوا مبسوطين. كده بفضل المجموعه الكامله اللي في الصور دي، كل الناس دي بوجودها، المجموعه دي كلها كانت سبب في ان العرض يطلع حلو وجميل بالشكل ده، كان سبب ان العرض يعجبكم. شكرا لكل الناس اللي كانت موجوده، المخرج الجميل الاستاذ مجدي محروس اللي جمعنا وجمع المجموعه دي، شكرا ليك جدا وشكرا لتعبك معانا. استنونا في عروض جايه كتير، واستنوني في فلوج جديد. سلام.